عمرك بدأت حاجة بحماس رهيب وقلت المرة دي مختلفة؟ كتاب جديد، جيم، مشروع، تعلم مهارة. أول يوم طاقة غير طبيعية، تاني يوم حماس، أسبوع لسه مكمل، وبعدين فجأة تصحى يوم وما تحسش بحاجة، لا شغف، لا رغبة، لا طاقة، وتقول لنفسك أنا مالي؟ ليه دايما ببدأ وما بكملش؟ خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها لك. المشكلة مش فيك، المشكلة في دماغك. دماغك مش مبرمج على الاستمرارية، دماغك مبرمج على الإثارة. أول ما تبدأ حاجة جديدة المخ بيفرز كمية عالية من الدوبامين، والدوبامين مش هرمون السعادة زي ما ناس كتير فاكرة، هو هرمون التوقع، التشويق، الإحساس إن في حاجة كبيرة جاية. عشان كده أول ما تبدأ بتحس إن حياتك هتتغير، لكن بعد أيام قليلة الجديد بيبقى عادي، المفاجأة تختفي، الدوبامين يقل، وفجأة دماغك يقولك مش ممتعة زي الأول، فتفتكر إنك فقدت الشغف. لكن الحقيقة إنت فقدت الإثارة مش الهدف. خليني أسألك سؤال مهم، هل لاحظت إنك متحمس للتخطيط أكتر من التنفيذ؟ بتحب تتخيل نفسك ناجح، بتحب الصورة، لكن لما تيجي لحظة الشغل الحقيقي الحماس يقل. ليه؟ لأن توقع المكافأة أحياناً بيفرز دوبامين أكتر من المكافأة نفسها. أنت بتتحمس لفكرة النجاح أكتر ما بتتحمس للرحلة اللي هتوصلك له. لكن هنا الجزء الأعمق، في نظام في دماغك اسمه الحفاظ على التوازن. أي تغيير كبير حتى لو إيجابي بيعتبره تهديد، لأن التغيير معناه مسؤولية أكبر، ضغط أكبر، نسخة جديدة منك. فعقلك أحياناً يسحب منك الشغف مش لأنه ضدك، لكن لأنه عايزك ترجع للمنطقة الآمنة، وده يخليك تحس بثقل فجأة. وفي حاجة أخطر، لو صورتك عن نفسك من زمان كانت أنا دايماً ببدأ وما بكملش، فلما تيجي تكمل بجد يحصل صراع داخلي، أفعالك الجديدة بتتعارض مع هويتك القديمة، وده بيخلق توتر. وأسهل طريقة للتخلص من التوتر إنك ترجع لعاداتك القديمة، فتقول فقدت الشغف. بس خليني أضيف طبقة تانية مهمة جداً، السوشيال ميديا. كل سكرول، كل إشعار، كل فيديو قصير دفعة صغيرة من الدوبامين. دماغك اتعود على مكافأة سريعة جداً، سعادة في 10 ثواني، إثارة في 20 ثانية. فلما تيجي تشتغل على هدف محتاج شهور، دماغك يقارنه بفيديو 20 ثانية ممتع. طبعاً هيحس إن الهدف ممل، مش لأنك مش شغوف، لكن لأنه عتبة التحفيز عندك ارتفعت. وبعدين تيجي مشكلة تانية، إدمان البداية الجديدة. إحساس أول يوم، أول خطة، أول قرار، مفيش أخطاء لسه، مفيش تأخير، مفيش واقع. انت في خيالك نسخة مثالية، لكن أول ما تدخل في التنفيذ والغلط يظهر والتعب يبدأ، الصورة مثالية تنهار. فتسيب الرحلة وتدور على بداية جديدة، ترجع لنشوة أول يوم، وتفضل تعيش في مرحلة هبدأ قريب. لكن الحقيقة الصعبة، الشغف مش إحساس ثابت، الشغف شرارة. الوقود الحقيقي هو العادة. الناس اللي بتنجح مش بتصحى كل يوم متحمسة، هم بيتحركوا حتى وهم مش حاسين بحاجة. الفرق بينهم وبينك مش قوة إرادة خارقة، الفرق إن هم فاهمين إن المشاعر مؤقتة. مشكلتك مش إنك بتفقد الشغف، مشكلتك إنك مستني الشغف عشان تتحرك. المرة الجاية لما تحس إنك فقدت الشغف ما تعتبرهاش نهاية، يمكن دي أول مرة تدخل المرحلة الحقيقية، مرحلة الهدوء اللي ما فيهاش ضجة ولا حماس مبالغ فيه، بس فيها خطوة صغيرة بتتكرر. النجاح مش بيجي من أقوى يوم كنت فيه متحمس، بيجي من الأيام العادية اللي اشتغلت فيها وانت مش حاسس بحاجة. وفي يوم هتبص ورا مش هتفتكر أيام الحماس، هتفتكر الأيام اللي ما كانش فيها شغف بس كان فيها التزام. وساعتها هتفهم حاجة مهمة جدا، انت ما كنتش بتفقد الشغف، انت كنت بتتعلم تعتمد على نفسك بدل ما تعتمد على إحساس مؤقت. ولو دلوقتي حاسس انك فقدت الشغف، يمكن لأول مرة انت قريب من النجاح أكتر مما تتخيل. لأن الناس بتبدأ بالحماس، لكن القليل جدا هو اللي بيكمل بدونه.